الفنانة السورية مها المصري خضعت في العام 2012 لحقن الفيلر في الشام، إلا أن المواد المستخدمة كانت سيئة. بعد مرور سنوات لاحظت أن شفتيها بحاجة إلى بعض الحقن لتكبيرهما، لكن للأسف لم تنجح هذه المرة أيضا. وبعد مرور هذا التشوه الذي تعرضت له، قامت بإصلاح الوضع، وقد نشرت صورة جديدة لها على الإنستغرام تظهر فيها بوجه أقل ضررا. الممثلة المصرية ناهد شريف هي أول ضحايا عمليات تجميل، بحيث قررت إجراء عملية تكبير الصدر لكي تحصل على بطولة فيلم ذئاب لا تأكل اللحم في عام 1974، وقد حصلت على الدور بالفعل. ولكن بعد 5 أعوام من إجرائها العملية أصيبت بسرطان الثدي، وظلت تعاني من السرطان لمدة 2 حتى توفيت عام 1981. خضعت الفنانة جمانة مراد لعملية تجميل في الوجه عام 2015، فبدت منتفخة الوجه مع تغير ملحوظ في شكل الأنف والفم والخدين. ولاقت مراد انتقادات كثيرة عقب تلك العمليات التي فعلتها، وبرأي جمهورها غيرت لها تفاصيل وجهها. خضعت الفنانة الراحلة سعاد نصر لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، وهي عملية عادية لا تتجاوز ساعة في غرفة العمليات. لكن حدث خطأ في التخدير إثر انسحاب خرطوم الأكسجين من الفم لمدة 10 ثواني، ما نتج عنه عدم توصيل الأكسجين للمخ والقلب. ودخلت نصر في حالة غيبوبة كاملة استمرت مدة سنة، حتى توفيت في 16 يناير 2007. حورية فرغلي من أشهر ضحايا عمليات تجميل، والتي اضطرت للخضوع لأكثر من عملية تجميل فاشلة في أنفها لإصلاح كسر فيه بعدما وقعت على ظهر فرس. ولم تنجح حورية لغاية في الحصول على الأنف المثالي، وتشوه شكل أنفها تماما بعد فشل العملية، ما سبب لها أزمات نفسية. النجمة اللبنانية دومينيك حوراني قامت مؤخرا بعملية حقن لشفتيها دمرت جمالها وجعلتها مختلفة كليا عما كانت عليه في السابق. خضعت الفنانة إليسا لحقن البوتوكس في شفتيها، لكن النتائج لم تكن كما تمنت أبدا، وبعدما تضررت عضلات فمها من جهة اليسار ونتج عنه اعوجاج.
نوال الزغبي أجرت عدة عمليات تجميل لتكبير شفتيها واللجوء إلى حقن البوتوكس لإخفاء علامات تقدم بالسن، مما أدى إلى تغيير في ملامحها وتشويه جمالها الطبيعي في نظر البعض. نوال الزغبي بعد تلقي علاج لإزالة الحقن التي تسببت بنفخ شفتيها ووجهها بشكل زائد.